من بعد انتظار طويل، أخيرا المونديال وصل. كأس العالم 2026 بدا رسميا، والعالم كامل رجع يعيش نفس الإحساس اللي كيجمع الملايين. 90 دقيقة، كرة وحدة وحلم كبير. ولكن السؤال كان: واش الافتتاح في المكسيك غادي يكون في المستوى؟ واش الأجواء غادي تكون فعلا أجواء كأس العالم؟ وشنو غادي تورينا أول المباريات على المنتخبات؟ الجواب كان واضح. اليوم الأول عطانا كل شيء: أهداف، أخطاء، جدل، قصص إنسانية وتحليل تكتيكي. خليونا نشوفوا شنو وقع في بداية مونديال 2026. البداية كانت من المكسيك، بلد عنده علاقة خاصة مع كأس العالم. ملعب أزديكا رجع يستقبل أكبر بطولة في العالم، والجماهير المكسيكية دارت أجواء كبيرة بزاف. من الشوارع حتى الملعب كان واضح أن الناس ما كانوش كيتفرجوا غير في ماتش، كانوا كيحتفلوا بعودة المونديال. الأغاني، الإعلام والحماس كانوا حاضرين. صحيح ما كانش كلشي كامل، وكانوا بعض الانتقادات على بعض التفاصيل التنظيمية والتأخير، ولكن في النهاية المكسيك عطاتنا افتتاح فيه روح كأس العالم. ومن بعد جا الوقت الأهم: الكرة. المباراة الأولى كانت بين المكسيك وجنوب أفريقيا. من البداية المكسيك دخلت باغية تفرض السيطرة. الخطة كانت واضحة: ضغط عالي، ما تخليش جنوب أفريقيا تخرج بالكرة بسهولة، وخليهم يغلطوا. وهذا بالضبط اللي وقع. ضغط المكسيك خلى دفاع جنوب افريقيا يرتكب خطأ في بناء اللعب، والكرة وصلت لجوليان كينيونيس اللي سجل اول هدف في مونديال 2026. يعني الهدف ما جاش غير بالحظ، بل كان نتيجة ضغط تكتيكي خدم بشكل جيد. اما جنوب افريقيا فعانت بزاف. المدرب هوغو بروس عنده تجربة كبيرة، ولكن في هذه المباراة ما بانش انه قدر يضيف حلول للفريق. المنتخب كان كيبان ضايع ملي كيبغي يخرج بالكرة، وما لقى حتى شي طريقة باش يكسر ضغط المكسيك. في الشوط الثاني حاولوا يرجعوا، ولكن المكسيك كانت أكثر هدوء وخبرة. وجات اللحظة اللي خطفت الأنظار: راؤول خيمينيز سجل الهدف الثاني برأسية. ولكن هذا الهدف ما كانش عادي، حيت خيمينيز ب 2020 تعرض لإصابة خطيرة في الرأس، وكان ممكن أنها توقف المسيرة ديالو الكروية. واليوم من بعد سنوات رجع وسجل بالرأس في افتتاح كأس العالم، لحظة فيها قصة كبيرة. ولكن المباراة ما سالتش بهدوء. وقع جدل كبير بسبب البطاقات الحمراء، واللقاء تحول لمواجهة فيها توتر أكثر من كرة القدم. وفي الأخير المكسيك ربحت ب2-0 وخدت أول 3 نقاط. من بعد جا الدور على المباراة الثانية: كوريا الجنوبية ضد تشيك. وهنا شفنا ماتش مختلف. كوريا دخلت باغا تلعب الكرة وتتحكم في الإيقاع: ضغط، تمريرات سريعة وتحركات كثيرة. والأرقام كانت كتأكد هذا الشيء: 61% ديال الاستحواذ، 15 تسديدة، والاكس جي وصل 2.30. بمعنى آخر كوريا الجنوبية كانت هي اللي كتسوق الماتش. ولكن تشيك قالت ماشي ديما اللي كيسيطر هو اللي كيربح. رغم أنها كانت تحت الضغط قدرت تسجل الهدف الأول بطريقة ذكية: رمية تماس منظمة، الكرة دخلت لمنطقة الجزاء ولقات رأس اللاعب ديال تشيك وتسجل الهدف. هدف كيوريك واحد الحاجة مهمة في الكرة: ممكن تسيطر، ولكن خاصك تعرف تستغل الفرص. كوريا مستسلماتش، بقات كتضغط، كتقلب على التعادل، ومع الوقت بان الفرق في الجودة. وفي النهاية رجعت في المباراة وخدت الفوز بجوج ديال الأهداف خرافيين. وهكا سال اليوم الأول من كأس العالم 2026. واش كان مثالي؟ لا، كاين أخطاء، كاين جدل، وكاين منتخبات مازال ما دخلاتش الجو. ولكن هذه هي المتعة ديال المونديال. في نهار واحد شفنا جماهير المكسيك كتعيش الحلم، شفنا قصة عودة راؤول خيمينيز، شفنا صراع تكتيكي، وشاهدنا أن كوريا الجنوبية قادرة تنافس. المكسيك دازت الاختبار الأول بنجاح، ولكن السؤال دابا: شنو غادي دير كندا؟ واش أمريكا غادي تقدم تنظيم أقوى؟ المونديال بدا، والقادم أكيد غادي يكون أكثر إثارة. إلا عجبك هذا الفيديو تابونا في القناة باش يوصلك الجديد في الأيام القادمة.